جدع بين الصادق الشام سليمان وأمان محمد عثمان. قلت لها رح نكتب قصيدة سوا ونحكي بيننا بالتفصيل. حاول تجمع الكلمات وتطلع قصة ضابطة عديل تكون منسوجة الكلمات عشان يورثها جيل لجيل، نوري الناس ثقافتنا ويعرفوا فريقنا بس من ديل. قالت لي دحين يا زازة بس قول لي زمننا حقيقي فقد الضي، مظلم زي سواد عيني وكل الناس زم عليه غي. قلت لها صحيح يا مان، غي في غي، زمننا حقيقي صاح جاربي، خلف كل قساوي علي وانا الممكون حي. قالت لي ياه كيف انت في ايدك لي، زمننا ملان وحوش الصي، بتنحش كل زول حي تخلف جرح الني. قلت لها صدقت يا ماني، صدقت يا ماني قولك لي وحوش زمن انفشر يا خي، بتحكي القول واصلا الني تضلم للفريق والحي. قالت لي حلين ناسا مغلفة نور، كلام حكمة يا صابور، دخلنا عليه زمان الجور وحتى الناس بقت زي غول. قلت لا نفوس الناس بقت مغمورة بالزور والنفاق والغول، نصت يوما طويل الحول تقيف حفيان عرض وطول. قالت لي الناس ماشية في غفلة وعليها يمور، ما بحكيها حتى حروف اللي بتزول. قلت لا صحيح يا الغالية، إلا الدنيا فيها اللي بيفهم والبنقول كتير ماشيين عليه هاوية وجبال الزور. قالت لي أي طريق يسوقهم ليه أكيد في نهاية، والبسلك طريقها على الصلاح بتغاية، بيلقى مراده وأهدافه معاها الغاية، إلا اللافي بالعوج النهاية شكاية. قلت لها كلامك صحة بالتشراف وتغاية، ربنا يصلح الحال والوقوف في سرايا، كل الناس نسيان الوقوف حفايا، يوم العرض للرحمن حفاة عرايا. قالت لي عاد تنساه بس كيفين، ده يوم جاب إنس على جيل، بيسلم منه زول الحلم موحد للإله ما بين. قلت لها بزغر ربي لينا يحن ويرحم كل ذاكرين يدين، ونوصل للجنان كيف رسولنا معه فرحا يمين. قالت لي صلاتي عليك عدد الجان وعدد الإنس والحيوان، نبينا الهاشم الذكران معاك في الجنة بيتي ضمان. قلت لها صلاة تسمو أعلى مكان وتنغز من دريف نيران، صلاتنا عليك والرحمن تخش الجنة ختم ضمان، تخش الجنة ختم ضمان، صلى الله عليه وسلم.